أهلا بيكو. النهاردة عندنا موضوعين كده يعني شغلوا الناس والكلام كتر عليهم قوي الفترة الأخيرة. أهلا بيكي. أيوة، الموضوعين دول بالذات، واحد عن محمد رمضان وأغنيته الجديدة، والتاني ظاهرة غريبة كده في السماء. بالظبط. وهنحاول نفهم إيه الحكاية بالظبط ورا الكلام ده كله، يعني إيه الخلفيات والتفاصيل. تمام، نبدأ بمين؟ محمد رمضان؟ نبدأ بمحمد رمضان وأغنيته أنا وأنت. هي الأغنية نفسها يعني ستايل رمضان المعروف، بس في جملة معينة. الجملة اللي هي إيه؟ أنا جعفر العمدة وإنت إيش إيش، دي اللي عملت كل الدوشة دي. أيوة هي دي، عمرك ما تبقى زيي. الناس بقى خدتها إزاي؟ الناس على طول ربطتها بالمخرج محمد سامي، يعني قالوا جعفر العمدة ده نجاحهم سوا، وإيش إيش ده المسلسل التاني اللي سامي عمله لوحده بعد ما سابوا بعض وما كانش بنفس النجاح يعني. فبقت مقارنة واضحة في دماغهم. بالظبط، يعني الجمهور بنى قصة كاملة من كلمتين تلاتة. بس استنى، في كلام تاني طلع. يعني كاتب الأغنية نفسه حسب تي بالعربي قال لأ، الموضوع مش كده خالص. هو قال إيه تحديداً؟ قال إن قشقش دي رمز للرقص عموماً، يعني شخصية راقصة وملهاش أي علاقة بمحمد سامي. وقال أصلاً إن سامي أخرج العملين، وإن رمضان نفسه كان متردد في الجملة دي في الأول. ده يخلي الموضوع أغرب بقى. طب ليه الناس مصممة تربطها بسامي؟ هو بصراحة في كذا حاجة حصلت قبلها خلت الناس تفكر كده، يعني إلغاء الجزء التاني من جعفر العمدة بعد ما أعلنوا عنه. صحيح، دي كانت نقطة مهمة. وكمان كان في تصريح قديم لمحمد سامي عن رمضان لما قال مفيش حد بينافسه في الغرور. أيوة فاكرة التصريح ده. وكمان يعني بقالهم فترة ما بيهونوش بعض على شغلهم الجديد زي الأول. وما بقوش يتشافوا مع بعض في مناسبات عامة، يعني كل دي حاجات صغيرة الناس جمعتها جنب بعضها. ولغة كلامهم عن بعض اتغيرت كمان، بقت رسمية أكتر فيها تحفظ. تماما. ضيفي على ده إن محمد سامي أعلن إنه بيعمل مسلسل جديد مع عمرو سعد، وقال إنه عايز يتفوق بيه على نجاح جعفر العمدة. يعني كل السياق ده خلى الناس تقرأ الكلمات دي بمعنى معين حتى لو الكاتب نفى. هو ده بالظبط، بيبين قد إيه الأفكار المسبقة بتأثر في تفسيرنا للأمور. طيب نطلع من جو الأغاني والتفسيرات دي ونروح للغز تاني خالص، حاجة حصلت فعلا وشافوها ناس كتير: الأضواء الغريبة اللي في السما دي. دي كانت فجر السبت اللي فات تقريبا 14 يونيو. ناس في مناطق مختلفة، يعني شرق القاهرة، العريش، الإسماعيلية. شافوا إيه بالظبط؟ يعني الوصف كان إيه؟ قالوا أجسام منورة كده بتتحرك بس من غير صوت خالص، والحمد لله يعني محدش قال إن في أي أضرار حصلت. بس طبعا طالما مفيش تفسير رسمي سريع الناس بتبدأ تخمن بقى. أكيد، والخوف كمان بيشتغل، يعني السوشيال ميديا اتقلبت تخمينات. زي إيه مثلا؟ يعني الناس كانت خايفة من إيه؟ بصراحة التخمينات كانت كتير قوي. ناس قالت يمكن عاصفة جديدة بشكل غريب، ناس تانية راحت لبعيد قوي قالوا يمكن تسريب إشعاعي من إيران بعد كلام عن ضربة إسرائيلية هناك. يا ساتر. وفي اللي قال يمكن صواريخ تايهة أو شظايا من أي حتة في المنطقة. يعني الجو العام في المنطقة بيخلي الناس تفكر في السيناريوهات دي. يعني كله قلق وتوتر. أيوة، وده بيعكس حالة القلق الموجودة أصلاً. أي حاجة غامضة بتتربط بالمخاطر المحتملة على طول. والأهم زي ما قلنا إنه لحد دلوقتي مفيش أي تفسير رسمي مؤكد، كله مجرد اجتهادات وتخمينات. تمام. واللي زود بقى الكلام والربط إن تزامن ده مع عودة كلام الناس بكثافة عن توقعات ليلى عبد اللطيف. هي دايما بتطلع في الأوقات اللي زي دي. إيه بقى التوقعات بتاعتها اللي الناس بتربطها بالموضوع؟ في كذا توقع بيركزوا عليه دلوقتي، يعني كلامها عن إن إيران بتقرب تحسم ملفاتها زي النووي، وده ممكن يتزامن مع الانتخابات الأمريكية. امم وقالت كمان عن احتمال مواجهة تانية، يعني تصعيد تاني بين إيران وإسرائيل، ممكن تكون دفاع عن سوريا أو لبنان. وفي حاجة تانية؟ اتكلمت عن تغيير كبير جاي في إيران نفسها وظهور اسم رئيس جديد، وقالت كمان عن تسويات كبيرة جاية في المنطقة العربية ممكن ترسم يعني خريطة جديدة زي ما بيقولوا. وهي التوقعات دي بتلاقي صدى كبير، يمكن عشان الناس قلقانة فبتدور على أي تفسير؟ ممكن جدا. في أوقات عدم اليقين التوقعات دي ممكن تدي إحساس ولو وهمي بفهم اللي بيحصل أو اللي ممكن يحصل. وده طبعا بيرجعنا للجدل اللي دايما حواليها، يعني هل هي فعلا رؤى صادقة ولا مجرد استغلال ذكي لمعلومات أصلا متداولة، زي مثلا موضوع طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي اللي كانت اتكلمت فيه وكانوا أصلا في بينهم مشاكل معروفة. بالظبط.
هو نفس النقاش القديم الجديد، ناس بتصدق وناس بتشكك، والمقولة الشهيرة بتتقال كل مرة: كذب المنجمون ولو صدقوا. يبقى احنا كده لفينا لفة النهاردة، من أغنية وتفسيراتها لأضواء غريبة في السماء وتوقعات بتثير الجدل. والقصتين على اختلافهم بيورونا إزاي الناس بتتفاعل مع الأخبار وتبني قصص حواليها في الزمن ده. ويمكن السؤال اللي نسيبه للمستمعين يفكروا فيه، في عصر المعلومات اللي بتجري دي والشائعات اللي أسرع منها، إزاي نوازن؟ إزاي نفرق بين التفسير الشعبي اللي ممكن يكون عفوي، وبين الحقائق المؤكدة، وبين التوقعات اللي مبنية على الغموض؟ وكمان لحد فين بنسيب الدوشة الرقمية دي تشكل فهمنا للعالم حوالينا؟ ده سؤال مهم بصراحة.